عالسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة، في وصفة جديدة. عندي برشا ما عملتلكمش وصفات وكل وحده. اليوم باش نعمل طارت بالخوخ، قلت خليني نشاركها معكم. ما قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما ننساوش الصلاة على النبي باش نربحوا الاجر العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه اجمعين. ما ننساوش زاده فضلا وليس امرا باش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، تعملوا لايك للفيديو كان عجبكم وتخلوا لي قليبات في الكومنتير. نبداو على بركه الله باش نعطيكم المقادير تحبوا تاخذوها نتوما بالجرام كما تحبوا تاخذوها بالكاس. عندي الكاس هذايا اللي نقيس به هاني يهز 130 غرام، دونك خذيت منه زوز كيسان باش يولي لي 260. بالنسبه للزبده على نص الكميه نتاع الفرينه اللي هي تفات بريزي. كيفاش اني نخدمها كل واحد بطريقته. لهنايا خذيت الفرينه زدت لها رشيشه ملح صغيره وزيدوا مغرفه السكر، ما عندكمش تستكفوا ساشي صغير منها سكر منها تاع الفاني دو زونان. ريتها كيفاه بديك هكاكا تقرصها الزبده باش تدخل في الفرينه هكا تقرصها. فيه توا لهنايا باش تتلملي باش نزيدها طريف ماء على دفعات الماء. حاولوا لموها لميتها توا باش نحطها في بابي اليمونتير باش ندخلها للثلاجه تصيف ساعه هكا ترتاح للطون اللي اني طيبت الكريم باتيسير. توا لهنايا باش نطيبوا الكريم باتيسير. السكر حسب الذوق. باش نزيد نعزز نكهه الكريم باتيسير نتاع الفانيل سكر فانيل. خلط كل شيء على البارد وبعدين نحل القابس. تو باش نزيدوها طريف الزبده هي هبطها وخلطيها.
لان حتى الكوشه تسخن على 180 درجه لماكسيموم. ان الجوانب نطلعوهم شويه، راهو العجينه كي تطيب سي نورمال باش تهبط اللوطه راهي باش تتكمش. بعد ما نقطتها الكل باش ندخلها للفور على درجه كما قلت لكم 180 درجه لمده 20 دقيقه 25 للطون اللي تطيب فيه كومبليتمون. 2 3 4 نزيدو نجيبه عندي لهنا مغرفه زبده. نكونوا وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله الوصفه نتاع اليوم تكون عجبتكم، وان شاء الله يا رب الفيديو نتاع اليوم يكون خفيف وظريف على قلوبكم. ما تنساونيش من الدعم نتاعكم. اللي وصل لهنا نقول له الله يسهل عليك، ما تنساش باش تحط لي لايك للفيديو كان عجبك، واللي مازال ما اشتركش في القناه ووصل لهنا وشافني نحب نقول له ما فيها باس كي تشترك في القناه، ونحب نقول الله يسهل عليكم بارطاجيو القناه مع اصحابكم خلي تكبر. راهو انتم اللي تعطوني اللي تحفزوني باش اني نقوم نعمل فيديوهات والكل، واللي انتم اللي تشجعوني باش اني نعمل فيديوهات ونواصل في القناه هذه. خليكم لهنا في امان الله، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد في وصفه جديده. بوسه كبيره مني لكم.